first rule of Project Mayhem is you do not ask questions. انت يا حمار صلح لي دين النت بدل ما اجي طاينها على دماغ اللي جابوكم. طبعا ممكن بس تشرف باسم حضرتك والرقم. يا عم بلا اسم بلا خرا على دماغك. بقول لك ايه، هات لي المدير بتاعك. طبعا يا فندم، من حق حضرتك ان انت تطلب المدير، بس انا اوعدك بصراحه ان انا هبذل كل مجهود عندي اكتمالها، وهات لي حد كبير اكلمه. اتفضل يا والله. ما بقاش طالع من الكلية على الشغل ومش نايم إلا ساعتين تلاتة، ورايح الشغل سفر عشان أسمع التهزيق ده ليل نهار، ملعون أبوه لأبو الفلوس. Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives. قافل في وشه اللي يحصل يلا بس. والقسط واللي بتفرض لي عرسان وعلاج أبويا اللي محتاجه، كل ده هيجي منين؟ لما تتخير بين كرامتك وأكلك هتختار إيه؟ أنت يا بني آدم تحت أمرك يا فندم، تحت أمرك. لما تكون بيئة أنت عندها مجرد اسم على ورقة، بل أسوأ، أنت مش على أي ورقة حتى، أنت ملكش وجود، أنت مجرد ماكينة، آلة زيك زي الآلة اللي في المصنع. هي دي كنت تساوي كام؟ ده المعيار اللي أنا بقيمك بيه، ما يهمنيش أحلامك. أنا أمي ماتت. كل اللي يهمني أنت بتطلع لي كام. Do you understand? I drink your water. I drink it up. Every day, I drink the blood of lamb from Bandish Tract. عشان كده في فيلم أمريكان سايكو محدش عارف اسم حد، لأن مفيش حاجة هنا مهمة غير الفلوس والمظاهر. Alan has mistaken me for this dickhead Marcus Halberstram. يوم ما تبطل تطلع فلوس هيرموك في الزبالة. जिस दिन तुमने खरीद देना बंद किया तू खत्म. حياة الناس. فيلم عمل ضجة واللي قالك بيشوه صورة السعودية والمسلمين والكلام اللي بيتقال على كل حاجة مش على هوا الناس. يا عم ده هم حتى جابوا لك مثال، ده راجل سعودي محترم في الفيلم اللي هو أصلا ساعده يهرب. ده غير إنه قصة حقيقية. فين التأليف؟ واللي متأكد منه بصراحة إن الناس اللي بتقول كده يا ما شافتش الفيلم يا ما تعرفش اللي بيحصل في السعودية إيه. نظام الكفيل، قصدي العبودية، نظام بينص إن أنت بالقانون أنت مملوك لحد تاني. عايز تسيب الشغل لازم هو يوافق، عايز تسافر لازم يوافق، عايز تستحمى لازم يوافق. بتحاول تهرب يا كافر. نظام أصلا مستمد من العبودية تاريخيا، إنك بتكون ملحق بشخص تاني من السادة. زمان كانوا بيقولوا فلان وعبيده، دلوقتي بقت الكفيل والمكفولين بتوعه. فرق مسميات مش فرق جوهر. وفعلا ما تستغربش العبودية في السعودية بالذات طلعت بطلوع الروح، إنها أرض قامت ونامت على عبيد، ومن آخر الدول اللي وقفت أصلا العبودية بضغط أمريكي قوي في 64. ده كانت بقى صدمة للمجتمع، مجتمع مبني يعني جزء من تركيبته هم العبيد. هم اختاروا قال لك نعمل ايه يا سعود؟ نعمل نظام بديل فيه كل مواصفات العبودية بس نغير اسمه عشان الامريكان يدعمونا عسكريا. عادات قديمة بقت خلاص، بس المشكلة تعود. كل الناس اشترت مكاين الا انت، نفس حالك ما تغير. لو شهر ما بتخلص. هذا اسهل من الماكينة، احنا تعودنا من زمان. مع الوقت هترضى بالعبودية وتتعود زيك زي الحيوان، هتنسى انك انسان، انك ماشي طور في ساقية في شغلة بتاخد روحك، ويوم ما تهرب هتموت من جوع. God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables, slaves with white collars. لما توقف شغل 12 ساعة من غير اجازات انت عبد. لما في يوم اجازتك الوحيد يكلموك تفتح اني ديسك وتعمل حاجه في السريع عبد. لما فلوسك ما تكفيكش غير اكل وشرب بالعافيه تبقى عبد. اللي شغال كول سنتر واللي شغال دليفري واللي شغال في قهوه، انت عندهم مش اكتر من شوال فلوس. حتى الدكتور والمستشفى والصيدليه اللي بتخشها واثق في الدكتور، ودي بتكلم من تجربتي الشخصيه بقى. كل اللي يهم الصيدلي ده ازاي يلبسك، هي بتتقال كده، ازاي يطلعك من الصيدليه دافع اكبر قدر من الفلوس. مش مهم انت محتاج المنتج اللي هيديهولك، مش مهم انت فعلا هيفيدك ولا لا، المهم سعر وكده. لكن مثلا لو ساعدت مريض يفهم حالته، ولا منعت مريض يستعمل دواء غلط، ولا قعدت تشرح له حاجه فعلا هتفيده، لا يا عم وقف لي الهبل ده، احنا ورانا فلوس عايزين نعملها يا عم. ده لدرجه ان الصيدليه بتروح تقيس الضغط يقول لك الجهاز بايظ، لمجرد بس ان هو ما يقيسلكش ويضيع وقت ويسيب الفلوس.
ودي أنا شفتها بعينيا الاتنين. طبعا ده غير الأدوية الناقصة اللي بيخبوها والبدايل اللي بتطلعها من ورا المريض من غير ما تقول له عشان ما تضيعش روشتة، والديات اللي بتتم بين الدكاترة وبين بعض. لو إنك بتتكلم في دواء مش ملابس ولا أجهزة ولا عربيات، دواء دي منظومة ولا محوطانة، ودي اللي تيجي تقول لك وتأكلك الأونط. اشتغل 16 ساعة، خد لك دش ساقع، النوم حرام، القراية تضييع وقت، الهواية ده غلط، كل حاجة مش بتدر مصاري دي ملهاش قيمة. I'm too smart to read. قيمتك في إنتاجيتك. حتى شايف المصطلح الإنتاجية مصطلح صناعي بحت بنقيم بيه الآلات. يا عم ما عنديش مشكلة والله تطور حياتك، بس ما تحسش بالذنب لما تمارس حقك كإنسان طبيعي وتنام وترتاح. انت يا عم إنسان، والله إنسان بيتعب وبيحب وبيكره، مش مجرد عايش حياته يعمل اللي ما بيحبوش عشان خاطر يعمل فلوس. انت مش ATM، انت مش معزة من اللبن، انت بني آدم. هو شيء صعب بس حاول تكون بني آدم، ما تخليهمش يعملوك كده. لما تجوع يرمولك عظمة، عارف بيتعاملوا ازاي؟ لما يبقى عندك كلب كده مثلا وبتلاقيه هو انت اول حاجه يجي في بالك ان هو جعان وهتديله اكل، مش يجي في بالك ان هو عايز الحريه، عايز كرامته، عايز يحس بقيمته. يقولون الخبز يرد الروح. صح لسانك يا عم. صحيح يا هندي. قد ايه انت حشر واخرك ادوس عليك برجلي. انت بتدافع عن نفسك كمان، يا نهار ابوك اسود، لازم اربيك على الزناد وفجر راسك. ده انسان ليه احلامه وارادته زيه زيك، ودي المشكله يا اخويا. عمرك ما هتفكر فيه انه زيه زيك. اعرف ان مش كله هيقدر اكيد، بس لو تعرف تسيب سوق النخاسه ده سيبه، شوف مكان تاني. زي ما نجيب الحقيقي راح البحرين ووصفها بالوصف اللي انت شايفه. مش ماعز. والله صدقت يا جاسر، لزوم نتغير مع الزمن.